السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نصاوبو مع بعضياتنا طاجين البي التونسي. هذا الطاجين من نهار دقتو انا كنموت عليه. طلبت مني واحد المتابعة اننا نصاوبوه، فاجي نصاوبوه مجموعين مع بعضياتنا. هو طاجين كيف ما كتشوفوا كيجيو على 3 طبقات. غادي نبداو بالطبقة الاولى واللي هو غادي نصاوبو الكفتة. تقدروا تبدلوا الكفته بالدجاج، كاين اللي كيفضل الكفته وكاين اللي كيفضل الدجاج. انا هنا طيبت بالكفته كيف ما كتشوفوا. شحرت البصله ديالي ودرت عليه الكفته، زدت عليها شويه ديال السكينجبير، شويه ديال القزبور غبره، اليبزار والملحه بطبيعه الحال. وهنا عندي خليط ما بين الزعتر وازير، درتهم مجموعين مع بعضياتهم وبديت كنطيب الكفته ديالي. هنا ملي كنكونوا كنطيبوا الكفته انا خرجتها من الفريجيدير، بديت كنفتتها شويه بشويه. المهم هو اننا خصنا نتحصلوا على كفته طيبه بحبيبات صغيره باش نقدروا نكونوا بها طبقه. هنا شويه بشويه خليت الكفته كطيب، هي كطيب وانا كنفتت فيها حتى طابت كلها. المهم انني تاكدت بان عندي حبيبات صغيره، من بعد غادي نفتتوهم اصغر باش نطيبوها. وغادي نخليو الطبقه الاولى وندوزو للطبقه الثانيه. هنا الطبقه الثانيه كتكون بالسبانخ ولا لي زيبينار كيف ما كنعرفوا. غادي نشحروا شويه ديال البصله كذلك قبل ما نحطوا لي زيبينار ديالنا. بالنسبه للكميه ديال لي زيبينار كيف ما كتعرفوا تقدروا ديروا الكميه اللي نتوما بغيتو. انا هنا درت كميه صغيره حيت هادشي اللي توفرت عليه، ولكن قد ما كانت الكميه اكبر قد ما الطبقه كتجي باينه. ما تنساوش بان المذاق ديال لي زيبينار كيكون قوي فعلى حسب الذوق ديالكم. ملي كنحطوا لي زيبينار كنعطيوهم وقت باش يدبلوا قبل ما نزيدوا عليهم لي زيبيس ديالنا، لانه الا زدنا العطريه وهما هكاك ما نقدروش نخلطوها. فانا خليت حتى دبلوا السبانخ ديالي. ما كياخذوش بزاف د الوقت، الا غطيتوهم واحد 3 دقائق حتى 5 دقائق كتلقاوهم دبلوا. ومن بعد هنا كيف ما كتشوفوا حاولت انني نخلطهم شي شويه وغادي نزيد عليهم العطريه ديالنا اللي هي عطريه عاديه. غادي نزيد شويه ديال الابزار وشويه ديال القزبر غبره والملحه. تقدروا تزيدوا شويه ديال الزبده الا بغيتو. والثومه هنا درت قياس 3 ديال الدروس ديال الثومه محكوكين. حاولت نخلط كلشي مع بعضياتو. لي زيبينار ما كياخذوش بزاف ديال الوقت باش يطيبوا. خليتهم غطيتهم هكذا شويه وخليتهم حتى بانوا لي بلي راه طابوا. بالنسبه للطبقه الاولى كيف ما قلت لكم كنحتاجوا الكفته، والكفته هنا ديالنا غادي نحاولوا نلعبوا بها هكذا شويه بالفرشيطه ولا بشي معلقه ولا بشي حاجه نفتتوها مزيان باش نتحصلوا على كفته اللي هي ماشي مكركبه بزاف. غنزيدوا عليها شويه ديال الجبن المبشور. تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الجبن بغيتو. انا هنا كان عندي واحد الجبن مربعات حكيته في الحكاكه باش خرج لي هكذا. وغادي نزيدوا عليه كذلك البيض. هنا عندي قياس بيضه وحده كامله زائد 2 اصفار ديال البيض. غادي نبداو بهادو وغادي نشوفوا واش القوام اللي غادي نتحصلوا عليه هو اللي بغينا ولا نزيدوا البيض اكثر. هنا استعمل 2 اصفار ديال البيض كيف ما قلت لكم وبيضه كامله. 2 ديال الابيض البيض خليتهم على جانب باش نستعملهم في الطبقه الثالثه. غادي نخلطوا كيف ما كتشوفوا هنايا باش نشوفوا القوام. انا ما بغيتش قوام يكون جاري بزاف وفي نفس الوقت ما يكونش قاصح. بان لي بلي خصني نزيد شي شويه حيت ما تخلطش كله. زدت اصفر بيضه ثالثه. فهنا في المجموع استعملنا 3 ديال اصفار البيض زائد بيضه كامله، و3 ديال ابيض البيض غنخليهم على جانب كيف ما قلت لكم، غنحتاجوهم من بعد. هذا هو القوام اللي انا كنت باغيه. بان لي هنا بلي البيض تداخل مع المكونات بثلاثه، يعني البيض والفرomاج والكفته. غادي نحاولوا نصاوبوا به الطبقه. وكيف ما كتشوفوا انا عندي هنا البلاطو ديالي درت عليه كاغ ضروري خصو يكون هاد البابي كويسون باش تقدروا تحكموا فيها من بعد. والبلاطو اللي غتستعملوه خصو يكون بلاطو اللي كيكون كيتحل. والا ما عندكمش اللي كيتحل كاين كيتباع غير قرص بوحدو ولا مربع بوحدو استعملوا هذاك. المهم ما تستعملوش البلاطو العادي اللي ما تقدروش تحيدوه من بعد. هنا كنحاولوا نصاوبوا الطبقه ديالنا كيف ما كتشوفوا اللحم مع البيض دغيا كتكون لك الطبقه. المهم كنحاولوا نتاكدوا بانها طبقه ملسه هكذا ملساء متجانسه مع بعضياتها. غندخلوها طيب شي شويه وغنخرجوها. ماشي ضروري طيب بزاف، المهم بغيناها غير تشد في راسها شي شويه ونخرجوها. هنا بالنسبه للطبقه الثانيه درت شويه ديال المعدنوس كيف ما كتشوفوا. قطعته قطع متوسطه ماشي كبير وماشي صغير، وزدت عليه لي زيبينار ديالي اولا السبانخ. وغنزيدوا عليه كذلك شويه ديال الجبن كيعاون في القوام باش كيشد في راسو. وبالنسبه للبيض غادي نديروا له بيضه واحده كامله واصفر ديال البيض واحد. والاصفر ديال البيض غنزيدوه، الابيض ديال البيض غادي نزيدوه على 3 الاخرين. دونك عندنا 4 ديال ابيض البيض خليناهم على جانب.
غنخلطو كيف ما كتشوفوا القوام كيتجمع دغيا دغيا، لانه السبانخ كيطلقوا شويه ديال الماء، فما نحتاجوش اننا نديروا البيض بزاف. هنا من بعد ما خرجنا خليتها في الفران بالضبط 10 دقائق على درجه 180 درجه. كيف ما كتشوفوا شاده في راسها، فغادي نزيد عليها الطبقه الثانيه. هادشي كله حنا خصنا تشد في راسها باش نقدروا نكونوا طبقات. كيف ما قلت لكم انا الحجم ديال لي زيبيناغ عندي قليل حيت ما توفرتش على كميه اكثر. الطبقه ديال لي زيبيناغ غتجيني صغيره، ولكن المهم عندي طبقه اخرى. غادي ندخلوه الفرن هذا كذلك 10 دقائق فقط، لانه لي زيبيناغ ما غيحتاجوش انهم يطيبوا بزاف. وغندوزو في نفس الوقت غادي ندوزو باش نصاوبوا الطبقه الثالثه. هنا بالنسبه للطبقه الثالثه انا استعملت جبن الريكوتا اللي هما كيستعملوه في تونس، هو اللي كيصاوبوا به الطاجين البي، كيقولوا له هما غوتا، هو جبن الريكوتا. استعملت منه 5 ديال المعالق كبار عامرين، مع 4 ابيض بيضه، وشويه ديال الابزار غير باش نسموه. ما كنزيدلوش ملحه، انا ما زدتش الملحه حيت عندي كلشي مملح. وجبن الريكوتا ما كيجيش مالح، ولكن المهم كيجي ما مالح ما مسوس، يعني الملوحه ديالو مقبوله. غنحاولوا نخلطوا مزيان. وهنا بغيتكم تعرفوا بلي خصكم تخلطوا بمعلقه ماشي بشي حاجه اخرى، باش ما يدخلكمش الهواء في الفرماج وتكون لكم فقاعات. غادي تخلطوه مزيان هكذا كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيدوه كطبقه ثالثه. هنا ملي نزيدوه كطبقه ثالثه غادي نبداو نملسوه هكذا كيف ما كتشوفوا. لي زيبينار ديالي والكفته ديالي طايبه، بقى غير البيض اللي خصو يطيب مزيان. غادي نزيد انا هذه لمسه زدتها انا، نتوما تقدروا تستغناو عليها ولا تقدروا ديروها بطريقه اخرى. زدت شويه ديال البيستاش كيف ما كتشوفوا، هرست كل حبه مهرسه حتى القشره ديالو هكذا كتعطي منظر زوين. هما في العاده ما كيديروش هكذا، كيديروا كيفتتوا كيطحنوا البيستاش وكيديروه فوق منها من بعد ما كطيب. هنا دخلناها الفران ومن بعد ما طابت كنخليوها حتى تطيب وتبرد. ملي كتبرد كتتجمع، الحجم ديالها كيصغر، واخا كتكون من فوق كتصغر. كنديموليوه وكنحيدوه هكذا كيف ما كتشوفوا. كيجي المنظر كيشهي، تقول كيكه حلوه، ولكن هو طاجين تونسي عريق عندهم مقدس. المهم هادو هما الطبقات كيف ما كتشوفوا هنايا. من بعد ما قطعته انا قطعته عادي على طريقه الكيك، كيجي هكذا بالثلاث طبقات. كنتمنى انكم تجربوهم، المذاق كيجي رائع وزوين وخفيف وسهل الهضم، وانا متاكده الا جربتوه غادي يعجبكم. غنقول لكم تهلاو فراسكم، ونشوفكم في وصفه جديده.